السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبخير. انا النهاردة هعمل معاكم الجلاش الطري المقرمش الجميل اللي قدامكم دوت، ما شاء الله جميل جدا وان شاء الله هيعجبكم. بس قبل ما ابدأ الفيديو، اللي بيشوفني لأول مرة ارجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد عن قناتي، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدوني اللايك. انا الجلاش بتاعي دوت يعني تحس ان هو عامل زي الفطاير كده، مقرمش وطري في نفس الوقت، وانا عاملاه جلاش بالكريمه، وهقول لكم كل حاجه بخصوص الفيديو واحنا في الفيديو. ودلوقتي هبدأ الفيديو معاكم. عندنا نص كيلو من الجلاش زي ما انتوا شايفين كده، بقطعه بالشكل دوت على شكل ايه مربعات، زي ما انتوا حابين تقطعوه اي شكل انتوا حابينه. بس انا حبيت اعمله ايه شكل مربعات كده عشان انا هعمله في الاخر على شكل سمبوسات. وبعد ما قطعته بقى ايه المربعات دوت، ابدا بقى احط المربعات على بعضها كده علشان نبداوا بقى إيه نحط الحشو بتاعه ونعملوها. دلوقتي الحشوه بتاعتنا عباره عن الكريمه، اللي هي الكريمه الكدابه، عباره عن كوبايتين من اللبن ومعلقتين من السكر ومعلقتين من النشا وحبة فانيليا، وحطيتهم يعني على بعضه، ودوبت طبعا النشا في شوية من اللبن لغاية ما اللبن سخن، وقمت نازلة بالنشا على اللبن. وطلع معانا كريمة كدابة زي ما انتوا شايفين كده. وانا بجيب بقى ايه يعني ايه جزء من الورق واحط الكريمة كده زي ما انتوا شايفينه، واعمله على شكل سمبوسة كده. وانا هعمل معاكم واحدة كمان عشان تشوفوها بس معانا كده اهوت. كده برضو بتجيبيها وتحطي اي كميه الكريمه انت عايزاها، ولو حابه تعمليه ساده عادي، حابه تعمليه بالمكسرات ده حاجه ترجع لك، بس انا عاملاه ايه يعني تحسي ان انت كده بتاكلي يعني ايه حاجه طريه كده ومقرمشه في نفس الوقت، يعني ايه طعم حلو وطري، يعني يناسب كل الاذواق كده زي ما انتوا عايزين. طبعا احنا بناخد الورق دوت يعني ايه عشان يمورق، يعني ايه 7 8 ورقات كده مع بعض، علشان ايه لما تيجي يورق معاكوا يبقى شكله ايه حلو كده. ودلوقتي بقى انا هخلص الكمية كلها وهرجع لكم تاني. وبعد ما عملت الكمية كده زي ما انتوا شايفينها، هبدأ بقى اجيب الصاج او الصينية اللي انا هرص فيها الجلاش بتاعنا علشان ادخله الفرن يستوي فيه. ودلوقتي انا هجيب الصاج وارصه كده زي ما انتوا شايفينه، ما شاء الله الكمية جميلة جدا من نص كيلو جلاش بس. ودلوقتي انا حطيت الجلاش كده في الصاج، فاعمل معايا تقريبا صاج من اللي انتوا شايفينه ده، والصينية اللي جنبه اللي هناك ديت. وبعد كده انا هجيب الزبدة بتاعتنا، انا طبعا مسيحاها على النار، وابدأ بقى ايه اسقسق كده، او يعني احطها على الجلاش، او اسقسقها على الجلاش كده، بحيث يبقى الجلاش كده تحس ان هو يعني ايه غرقان كده في الزبدة. واتنه طبعا كله من فوق كده علشان الزبدة توصل لكل جزء فيه. هو بالشكل دوت لغاية بقى ايه تحسي ان كده الجلاش كده غرقان في الزبدة كده. وبعد ما حطيته بقى بتسيبيه تقريبا يعني ايه 10 دقايق ربع ساعة يرتاح، وبعد كده بتدخليه الفرن على درجة حرارة ديت بتاعتك انت بقى، درجة حرارة متوسطة يعني الأفضل، وما تولعيش الشواية خالص، وكل فرن بقى حسب الدرجة بتاعته أو حسب الحمو بتاعته أو كده. وهدخله الفرن وهوريهولكوا بعد ما يطلع إن شاء الله. ودوت الجلاش بتاعنا بعد ما انا دخلته بقى الفرن وطلعته، ما شاء الله جميل جدا، بس هو سخن قوي يعني لدرجه ان انا مش عارفه امسكه. بس حبيت اوريكم ايه بقى من تحت ومن فوق، وتشوفوا شكله وتشوفوا لونه وكده. وبعد بقى ما طلعته بقى كده، هبدا بقى ارصه كله مع بعضه في صينيه واحده. وبعد كده هجيب الشربات بتاعه. والشربات اللي انا عاملاه عبارة عن كوبايتين من السكر وكوبايتين من المية وعليهم رشة فانيليا، وسبتهم بس ايه مجرد ما يغلوا 5 دقايق كده واطفى عليه. ودلوقتي بقى انا هحط الشربات عليه كده بالراحة كده، بسم الله الرحمن الرحيم. اهو زي ما انتم شايفين كده، يا دوبك يعني ايه نخلي ايه الشربات يوصل لكل برضو جزء فيه كده. وبعد ما احط الشربات عليه هسيبه يعني ايه يرتاح شويه في الشربات، وبعد كده هصفيه. وبعد كده احطه في طبق التقديم وايه وبالهنا والشفا. وادي هوت كده بعد ما حطيته في طبق التقديم زي ما انتم شايفينه كده، ما شاء الله جميل جدا. ممكن بقى تزوقيه باي حاجه، انا حطيت عليه جوز الهند، انت ممكن تحط عليه اي حاجه عايزاه تسيبيه ساده برضو جميل جدا مش هيضر. وعايزه اقول لكم حاجه، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدوا اللايك لايك لايك، وباي باي.